غالبا أنت بتعرف هاي المعلومة، بس خليني أعيد عليك. لو أنك انولدت في الهند كنت غالبا رح تكون هندوسي، لو أنك انولدت بإيران كنت حتكون غالبا مسلم، لو بتايلاند بوذي. فهمت القصة؟ يعني الحقيقة مو شي أنت اخترته، هي قصة وردتها، أهلك حكولك، جيرانك آمنوا، والمجتمع كلياته كرر لك هاي القصة لدرجة أنا صرت بديها. بس هون بيجي السؤال، إذا كل دين عم بيقول أنا الصح وكل كتاب عم يدعي إنه هو عنده الحقيقة المطلقة، فمين الكذاب ومين اللي فعلا معه الحق؟ ولا القصة كلها مبنية على حظك أنت وين خلقت؟ فكر فيها شوي. لو كنت نفس الشخص تماما بس انولدت بمكان تاني، كنت رح تحلف بحياة دين تاني وتعتبر انه كل شي غيره باطل، مو لأنك اقتنعت، بس لأنه هذا اللي انولدت عليه. الأنظمة الدينية بتلعب على فكرة الإرث، ما بيدعوك انك تفتش بنفسك، هن بيغرزوها فيك من الطفولة، بيزرعوا الخوف، جنة نار عذاب جحيم، وانت طفل ما عندك خيار غير انك تصدق. بس الحقيقة انت ما لقيت الله، انت ورثت وراثة، واذا خلاصك الابدي بيتقرر حسب موقع ولادتك، فيمكن القصة من اولتها ما لها علاقة بالحق، بل بالصدفة والجغرافيا. عيد التفكير مرة تانية.